السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهر رمضان قرب إن شاء الله. شنو خصنا نديرو في هاد الشهر اللي هو شعبان؟ احنا هنا يا خوتي غير باش نبقاو نذكروا بعضيتنا بطاعة الله ورسوله. ما كنعرفكمش وما كتعرفونيش، غير كنتعاونوا وكنعاونوا بعضيتنا بالذكر أولا بالتذكرة. ما تنسايش طاعة الله عز وجل، وما تنسايش باللي هاد القلب خاصو يتهيئ لله عز وجل قبل شهر رمضان. خاصك تعرفي واحد الحاجة، راهي الا ما عمرتيش قلبك من الاول ما غاداش يقدر يعطي الثمار ديالو في رمضان ان شاء الله. وهاد الشي كانوا كيديروه الصالحين من قبل، حتى قالوا ان شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقي، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. الصالحين من قبلنا كانوا ديما كيقويو راسهم على طاعة الله من قبل، باش ملي يجي رمضان ان شاء الله تلقاي القلوب مثمرة والطاعة باينة فيها، وكتلقاي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بزاف ديال الناس كيبداو يوجدوا لرمضان من دابا باش ما يبقاوش غافلين، وما يكونوش من الناس اللي تكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليهم باللي هذا شهر كيغفلوا عليه الناس، الشهر اللي ما بين رجب ورمضان، حيت الناس كاملين كيوجدوا لرمضان وكينساو شعبان. وشعبان هو الشهر اللي كتعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، يعني منين كيدخل شعبان كتبدا تعرض الصحائف ديال العام كامل، كاع داكشي اللي درتيه من رمضان اللي فات حتى لدابا حاجة بحاجة كتعرض قدام الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أول حاجة في هاد الصحيفة هي أعمال رمضان اللي فات. بداية صراحة زوينة ومبشرة. دابا شوفوا تخيلوا معايا، ارجع بذاكرتك للعام اللي فات، الحوايج الزوينين والحاجات اللي ما كانتش مزيانه، كاع داكشي كيتعرض على الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء راه كيرجعك وكيرجعني اننا نفكروا في نهار القيامه، نهار ما كيبقى حتى شي حاجه مخبيه، اللي غادي يعطيوه الكتاب ديالو باليمين، وفي المقابل اللي غيتعطى ليه الكتاب ديالو بالشمال ديالو. وشهر شعبان كأنه غنمثلو ليكم كأنه امتحان أو لا نموذج مصغر لعرض الأعمال نهار القيامة. ولكن الفرق بين شعبان ويوم القيامة أن يوم القيامة ما كيبقى ليك حتى عمل، بعكس شعبان مازال الفرصة غتشوف الكتاب ديالك كاع دوك السيئات اللي درتي وكاع دوك الاعمال الخايبين اللي درتيهم قبل، وكاع السيئات ديالك يمكن انها تتبدل ويمكن تتنقى كامله باش بالاستغفار وبالتوبه، بحال الا انت كتمسح السيئات ديالك وحده بوحده، باش هكا ان شاء الله ندخلوا لرمضان بصحيفه نقيه وقلب نقي، ما غيبقى عندنا حتى شي ذنب ما مغفورش باذن الله. اول عمل خاصك ديرو في شعبان هو الاستغفار والتوبه الصادقه، وحاول انك تخرج احسن ما عندك، قال الله سبحانه وتعالى ليجزيهم الله احسن الذي كانوا يعملون، يعني الله سبحانه وتعالى كيشوف احسن حاجه درتيها، وبالخصوص الا درتيها في شهر شعبان فهي اللي كتطلع عليك مستوى اعمالك كاملين. مثلا بريتي والديك طول السنة، في شعبان درتي احسن بر، هاد البر كيرفع الحسنات ديالك كاملين، استغفرتي وتبتي في شعبان السيئات ديال العام كامل كتمسح قبل رمضان ان شاء الله. وها انت دخلتي لرمضان بدخله زوينه ان شاء الله، وكما قلنا في هذا الشهر كتعرض الاعمال ديالك على الله سبحانه وتعالى، وحنا ان شاء الله بغينا الاعمال ديالنا يتعرضوا في حاله زوينه. احب ان يعرض عملي وانا اتصدق، احب ان يعرض عملي وانا اذكر الله، واحب ان يعرض عملي وانا اقوم وان شاء الله غنهضروا على برنامج عبادي بسيط في هذا شعبان، ولكن الأجر ديالو راه كبير عند الله سبحانه وتعالى. أول حاجة حافظ على الصلوات الخمس ديالك في الوقت ديالها، حاول أنك تصلي صلواتك الخمسة في وقتها،
وحاول تجمع معها السنن والرواتب القبلية والبعدية. حاجة أخرى اللي هي قيام الليل، علاش ما يكونش ولو يومين في الأسبوع؟ هادو اللي ما مولفينش أنهم ينوضوا لقيام الليل. حاول أنك تفيق نص ساعة قبل الفجر أو لا حتى ساعة، صلي ركعتين قيام الليل وجلس اذكر الله قليلا من بعدها الدعاء. حاول تدعي الله سبحانه وتعالى بأي حاجة كاينة في خاطرك. حاول أنك تكتر من الذكر، سبح، هلل، استغفر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العمل آخر زوين بزاف اللي هو أنك حاول تصلي ركعتين بنية تقرب إلى الله عز وجل. هاد الركعتين يكونوا غير لله سبحانه وتعالى، بينك وبين هاد الشي راه غيزيدك تقرب لله سبحانه وتعالى. حاجة أخرى، الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وحتى نتايا وانا خاصنا نختاروا العبادة اللي كنتمناو أنها يتعرض فيها العمل ديالنا قدام الله سبحانه وتعالى، وديرها بنية صادقة. النبي صلى الله عليه وسلم عطانا المنهج أنه هو حب أن العمل ديالو يترفع وهو صائم. وحنا دابا الفرصة بين يدينا، هذا هو سر شهر شعبان، شهر عرض الأعمال وشهر الاستعداد الحقيقي لرمضان. المهم هذا جدول يومي لشهر شعبان، جدول بسيط جدا ولكن أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. على شهر شعبان شرحنا السر ديالو وعلاش كتعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى. دابا الكرة كاينة في ملعبك، وشعبان فرصة اللي ما كتعوضش. اللهم يا رب في شهر شعبان نستودعك أعمالنا وقلوبنا ونوايانا. اللهم طهر صحائفنا من الذنوب وامسح سيئاتنا بمغفرتك، واكتبنا عندك من التائبين الصادقين. اللهم ارزقنا في شعبان قلوبا نقية ونفوسا مطمئنة وأعمالا خالصة لوجهك الكريم. اللهم بلغنا رمضان وقد رضيت عنا، ولا فاقدين ولا مفقودين، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر رفعة في الدرجات وتكفيرا للسيئات وقبولا في الأعمال. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر ولا تجعلنا من الغافلين، واختم لنا شهر شعبان وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.